الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده يوم الجمعة، ده بيبقى يوم عيد عند المصريين لأن كل الناس كلها بتعمل كرنب. محشي كرنب يعني، أو أي محشي بقى يعني، بس هو أغلبيته بيبقى كرنب. زي ما انتم شايفين بقى كرنبة ما شاء الله صينيتها واسعة وحلوة. بتجيبيها بتسلقيها، بس انا بوريكي ايه ازاي تجيبي الكرنبة. يعني ماما بتقول لي هاتي الكرنبة الخفيفة، واختي تقول لي هاتي الكرنبة التقيلة، فالواحد مش عارف يسمع كلام مين، فانا سمعت كلام ماما في الاخر لان هي طلع كلامها صح، لان هي برضو خبرة اكبر مني ومن اختي. بس هي يعني كلامها صح. ليه بقى؟ بتبقى مكتلة. التقيله بتبقى مكتله مجعده في بعضيها كده، يعني ايه، مكعبشه كده جوه او مجعده زي ما قلت لك. انما الخفيفه زي ما انت شايفاها اهي، ما شاء الله يعني بتعرفي تتحكمي فيها. الورقه بتطلع ورقه بورقتها زي ما انت شايفه كده، وبتعرفي تدخلي السكينه جواها وما تبقاش ايه، عامله. وساعات التخين التقيله بتبقى مزنبخه من ما تقيله بقى. فالخفه حلوه، ولما تجيبي صينيتها كبيره زي ما ماما بتقول، يا ماما بتقول عليها صينيه، لما هي بتكون معديه الورقه الناحيه التانيه، يعني تلتين الورقه اللي تحتيها زي ما انتم شايفين، ترمي معاكي بقى ايه، عدد من الصوابع كتيره زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله خفيفه وجميله. كنا بنجيبه رخيص الاول الحته ب50 جنيه. 50 جنيه دي بتلعب الايام دي ولا ايه؟ ما اعرفش. الحمد لله. زي ما انتم شايفين بصوا، انا بوريكم ان هي مفرغه ومهويه بقى. تعرفي تاخدي ورقه واحده، ورقه ورقه وانت بتسلقيها، تعرفي تنزليها بحالها. ساعات انا بنزلها بحالها ووصلت ورقه ورقه برضو بتبقى حلوه. بصي بقى الطول، اللهم صل على النبي، يعني بتاعت نص متر لوحديها والله، او اقل من نص متر، حته صغيره. ما شاء الله جميله ازاي، 50 سم بالظبط زي ما انا قلت لكم. زي ما انتم شايفين كده، بتجيبوها بقى بتقطعوا العرق. طبعا بصي بتصفيها تصفي، لان هو من النوع اللي بيحتفظ بالميه الكرنب بنفسه. فانا بسيبه يصفي كده على شبكه او على مصفى بلاستيك، واسيبه يصفي براحته. وبعد برضو ما اقطعه بسيبه يصفي. والخضره دي جميله ومزيته وجميله زي دي ماما بتقعد تقول لي دي اللي طايلها الشمس. مش الخضره اللي قوي فوق، لا، اللي هي تحت، اللي ايه، اللي فوق البيضه بشويه، بتبقى ليموني كده. زي ما انتم شايفين بصوا، ما شاء الله ما شاء الله جميله. الكبيره يعني من رايي انا، بدل ما تجيبوا كرومبتين، لا اجيب كرومبه كبيره، ويبقى دوشه ودبكه مره واحده زي ما بيقولوا. يعني ايه، ما اقعدش اولع البوتاجاز بقى ايه على كل شويه كرومبه صغيره، وارجع اجيب في نص الاسبوع كرومبه تاني. مثلا افرض في ناس بتاكل مرتين في الاسبوع مثلا محشي، لا انا اجيب كرومبه واجيبها، اشوف انا بحتاج قد ايه احتياجاتي يعني في الحله اللي هستعملها، والتانيه اعينها لتاني يوم مثلا. احط الكرومب في الفريزر يوم الجو منطر، يوم مش قادره انزل، يبقى الحاجه عندي تحت ايدي. هتقولي لي بيجلد في الفريزر؟ مش بيجلد في الفريزر. وبعدين انت مش هتعينيه خزين السنه كله، يعني استعمال ايدك بس تحت ايدك، يعني مش خزين. وقت الخزين بقى نبقى نخزن، وبنقول لكم بقى على ايه الخزين بيتخزن ازاي باذن الله، عشان الكرنب البلدي لا يعلى عليه والله. والبطه بيبقى جميل ومسكر، وبيبقى ورقه تقيل قصدي حلو كده ومالي مركزه كده. والكرنبه بتبقى مزقلطه بس حلو، مش متكوك، بيبقى متكوك بس يعني مزقلطه، يعني مليانه يعني. بس والله بابا حلو، كل خيرات ربنا حلوة والله. بس الواحد يحمد ربنا على اللي هو فيه. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله بصي، بترمي 5 6 حتات بقى، وكل عد بقى يعني معاكي كام صابع بقى في الورقة الواحدة. ما شاء الله يعني على ماما يعني عمايلها حلوة وما جايبها حلوة. أنا مش بعرف اشتريه اصلا، اما بروح مع ماما بتسوق معاه وبشيل بس. بصوا ما شاء الله بقى بصوا. فالواحد ياخد لسه الواحد بيموت وناقص علام فعلا، ويكتسب خبرات من اللي حواليه، من مامته، من اللي حواليه، من قرايبه، من اللي حواليه. زي ما قلت لكم كده، يعني ان الناس يعني ايه، بتبقى ناقصه علام يعني. ودي مش عيب، الواحد يعني مش كامل مكمل زي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. بصوا دي توابل، يعني قرفه وفلفل وكمون وملح وبهارات. وانا قلت ايه، مظبوط. بس وحبه بهارات مشكله. بصوا انا بخلي الصلصه عندي، يعني بصوا ماما قايله لي كده، اعملي الصلصه بزياده. عوزتي صلصه يبقى خير، يبقى عندك الصلصه والخضره بزياده، واعملي الرز على القد. عوزتي ارجعي زودي بقى، اغسلي حبه رز مثلا، كوبايه رز. افرض انت بقى منك حبه ورق، هتغسلي حبه رز، هتاخدي حبه صلصه، هتبقى عندك خضره. بدل ما المحشي يبات منك والرز يبوش من الصلصه اللي هو الخلطه اللي احنا عاملينها، هيبوش طبعا لما بنحط في التلاجة. فماما بتقولي اعملي كده، بروح حاطه جنبه كده كده الصلصه. مش هنرميها، هتعملي بقى طبيخ بعد كده مثلا. يعني هي الصلصه بتمشي ايه في طبيخ، اللي هي البصلايه والطماطمايه.
يعني مش هتخسري حاجه. حطيتيها في كيس في الفريزر برضو، طلعتيها صلصه جاهزه ببصلتها بكله. حطي بقى الحقيقه بتاعك اللي هو التوابل على قبل البتاع، قبل الاكل. يوم ايه ما تحسيش بقى لو ولا هتقولي حاجه كارفه ولا حاجه مش عامله، لا بتبقى بقى الصلصه جميله. حطي بقى رصه الفلفل الاخضر قصدي ال- المحشي الاخضر دي بتبقى حلوه منها. لو الحله شطت منك يبقى الرصه دي تترمي. بس يا ماما بتاكل الاخضر بتقولك طايله الشمس. فيبقى احنا بنحب الابيض انا ونودي. فالاخضر حلو مش وحش برضه، مش الاخضر الداكن، في اخضر داكن قوي، لا ده ليموني كده. انا كنت بوريكم بس كم صفحه، انتوا انا عملته معاكم 100 مره، بس يعني في افرض في واحده جديده داخله تتفرج عليا مثلا، غير حبايبي القدام اللي منورني ومشرفيني. فيعني الواحد بيحاول يعمل يعني جديد كده برضو ايه، حد دخل ولا حاجه. ما شاء الله بصوا الحله كلها اشكال، اخضر فاتح، اخضر غامق، زيتوني، الالوان الجميله دي. انا بقى بوريكم يعني تعملوا خلف خلاف. ان عملنا كده بالطول نعمل بالعرض، نرجع نعمل زي الزائد العكس. يعني خلي الحله في 4 اتجاهات، مره يمين مره شمال مره كده، تعكسها في جميع المرات. ودي رحت جبت خس النهارده وقلت والله لا مكمله، كان باقي حبه رز. قلت عشان مش يبوش والله باقي كرومبه كبيره، باقي كرومبه دي اللي انا بقول لكم عليه بقى. احنا بقى نعملها لينا احنا كده مع جنب اي حاجه برضو. فراخ، ولا احنا مش بناكل الفراخ كلها مره واحده. فممكن تاني يوم اروح عاملاها مثلا جنب بواقي الفراخ اللي باقيه، ويبقى ايه خلصت ايه الشغل اللي ورايا. لان انتوا عارفين المحشي بياخد ايه وقت ومجهود وكل حاجه يعني بصراحه. ما شاء الله بصوا انا بوريكم الرصه من تحت، بس انتوا حاولوا بقى تطلعوا بالرحمه، ولا رزايه طالعه ومنظره جميل، محشيه زي العسل. ما شاء الله يعني عليه. وكل اللي بياكل من اكل بيشكر فيه والله، مش مجامله، مش بكذب يعني ولا بجامل. وبعدين احنا مش اتولدنا ان احنا شغالين كده في المحشي. انا كنت بعمل محشي الخاص ده اقسم بالله ما كنت بعرف اعمله، كان بيطلع طري ميه. دلوقتي ما شاء الله، ما انا كبيره برضو، ما شاء الله مش كبيره قوي. ما شاء الله انا دلوقتي انت بلفه حلو. يعني الواحد مش يزعل، مش من اول مره التكرار، من عده مرات الشغل. ما شاء الله الاكل جميل 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 يفتح النفس على الأكل. احنا بنحب ناكل محشي وفراخ بس. بعمل الملوخيه بتترمي، بعمل اللسان عصفور بترمي. فاحنا حسب ما كل واحد ما بياكل يعني، ما بيحب ياكل. اصل هو المحشي كامل مكمل يعني، متكامل بالعناصر الغذائيه ومليان كله عناصر يعني.